مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. موضوع اليوم معلومات عن الممثلة الشابة سهيلة معلم. الاسم الكامل سهيلة معلم، من مواليد 13 جوان 1988. العمر الحالي 35 سنة، من مواليد برج الجوزاء. الديانة مسلمة، والجنسية جزائرية من أصول جيجلية. المهنة ممثلة ومحامية، درست الحقوق بجامعة الجزائر. بدأت مشوارها الفني عام 2008 بأدوار ثانوية، بعدها أخذت الأدوار الأساسية أي البطولة، وأول ظهور لها كان من خلال سلسلة جمعي فاميلي في جزئه الثالث، وبعدها ظهرت بإقبال كبير وأحبها الجماهير في سلسلة بيبيش وبيبيشة، أي سلسلة بنت ولد رفقة الممثل الموهوب مروان قروابي. وفي الكوميديا أيضا مثلت عاشور العاشر، سلسلة عاشور العاشر رفقة الممثل القدير والموهوب صالح أقرت بدور البطولة بدور ابنته. وبعدها سلسلة سويتشر أيضا مثلت بدور البطولة، وسلسلة دار البهجة. وبعدها انتقلت لدراما الذي أبدعت فيها من خلال عدة مواسم، وأول مسلسل لها درامي كان مسلسل أسرار الماضي في عام 2011 باسم أميرة. وبعدها بدأت بظهور في عروض درامية كثيرة، منها أولاد الحلال، أسرار الماضي، الخاوة، وغيرها من الأدوار. الممثلة المحبوبة سهيلة معلم تحصلت على عدة جوائز، ومن أهمها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فرنسا عام 2013، وحصلت على المرتبة الأولى في الحصة العربية أرب كاستنج رفقة الممثل المحبوب الجزائري زبير بالحور. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا ترك تعليق، خلوا كومنتار على المسلسل أو على الممثل الذي تريدون معلومات عنه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تلاقاو فيديو جديد. معلومات عن أي ممثل ولا ممثلة تحبوها خلوها لي في الكومنتار، وابونيو وبارطاجيو.